سيدي الوالي، نطلب منك باللي تشوف في وجهي انا ووجه هاد الولي، هاد الغريانه، وانا وليه وما عندي حتى واحد من غيرك، من ربي من غيرك انت، ونبغيك تلطف بيا وتشوف كاع ماشي في وجهي انا، في وجه هاد الغريانه. الله غالب، انا ما عنديش شكون يعطيني، ماشي خدامه وانا اميه وماشي قاريه. وسأسهر شخصيا على أن أمد يدي إلى الجميع، وسأسهر شخصيا على أن أمد يدي إلى الجميع. سيدي الولي، نطلب منك باللي هذا الصوت تاعي يوصلك وتاخذ بعين الاعتبار، وأن أسعى طبقا لتعليماته أن أكون موحدا ولا أقصي أحدا، وأن أسعى طبقا لتعليماته أن أكون موحدا ولا أقصي أحدا. هاشمي كريمة تقطن في سكن هش بحيث جديد العتيق بولاية مستغانم. هي أم لبنت عمرها 16 سنة فقد تعيش هي وابنتها دون سند الرجل بالنسبة للأم، ودون سند الأب بالنسبة للبنت منذ 2009، وهي تتنقل من بيت لآخر. لا، أنا هاشمي كريمة نسكن في حي جديد، الشارع داري 18، مقيمة هنايا، راني في من 2018 راني جات عندي إحصائيات 3 خطرات، جات عندي اللجنة 3 خطرات، وجاو عندي تاني لومباليز، وانا نسكن في هذا الشارع جديد ولاية مستغانم، وانا راني في تشعل ساكنة هنايا مقيمة هنا، وعندي غريانة، وراني شحال من عام نجي نروح للدايرة، نهود للدايرة يقولوا لي رانا راكم عن قريب، ورانا من 2018 حتى لهاد الخطرة ما كان والو، وانا نسكن هنايا وشتوني وين نسكن. حاشاكم التواليت جايني عند الباب، ما يجوا عندي بياب، ما عندي والو، مقيمة هي انا وبنتي، ما عندي حتى راجل، ما عندي حتى واحد، وانا كما قال لك والديا ميتين وانا كنت نسكن، راني من 2009 راني كاريه اللي زادت عندي هاد الغريانه. كان عندي كنت مفتحه مع باباها وراحوا خلاني مشي بالغريانه محطوط على اسمي، وانا من 2009 راني مدبله انا وهاد الغريانه، خطره نكري خطره يخرجوني، خطره كل خطره وكيفاه. وراني كما قال نطلب السيد الوالي ياخذ بعين الاعتبار، اللي يشوف فيا اللي انا ما عنديش مأوى، ما عنديش، يشوف في وجه هاد الغريانه، وحنا ساكنين هنايا عندنا طوله ميديتي، الغريانه مريضه، ما نقول لك سيد الرئيس انت تعرف، وها هو الفيديو تاعي وانت تشوف بعينك، وانا راني مغبونه، وراني كما قال لك لا حول ولا قوه، انا نلجأ لربي سبحانه، هو الاول ونلجأ لك انتيا. راني هنايا، راني ساكنه هنايا، انا خدامه، نخدم عند بريفي، نخدم من 3 تاع الصباح، نخلي الغريانه وحدها، ما عندي حتى واحد، نخدم عند بريفي. بكر ديجا الجوارين هاك على بالهم بلي انا نخدم 3 تاع الصباح، وعندي غريانه عندها 16 عام، وراك عارف بلي المجتمع تاعنا ما يرحم شيء، وراك عارف بلي هاد الغريانه لا غالب قالت الشي دبرتني اللي نخرج على 3 تاع الصباح نروح نخدم، لا غالب ما عنديش كيفاه، لا غالب خليها وحدها، وانت سيد الرئيس انت تعرف شكاين.
وانا كنت كما قال لك انا كنت كاريه وخرجني الكاري وصرت هذا الحوش دخلت فيه وراه عندي تصاوير وعندي، وانا هذا الحوش عنده مولاه وراه يهددني هيا، وكل خطره يجيب لي الدوله وانا الله غالب انا ما عنديش وين نروح، وانا عندي هذه الغريانه وراك عارف بلي المجتمع ما يرحم شيء، وراني باغي ندير باغي هاد الغريانه راني باغيه كما قال لك مادام لي كما قال لك على قلبي حيت باغي ندير لها مأوى فاش تعيش وفاش تقعد هي بروحها. هاد الغريانه راه عندها 16 عام، راني من 2009 هي بروحها زايده 2009 من 2009 راني مدبله انا وياها حتى راه في عمرها 16 عام. انا بكري كنت كاريه كنت نخلص 400,000 ومن بعد كينا وليت هذه في 2009 كنت نخلص 400,000 ودروك من بعد كينا كنت نخلص مليون، كنت كاريه بيت مليون، ومن بعد كينا كي دخلت لهذا الحوش دروك انا مانيش نخلص دروك الكرا بصح مولا راه يهدد فيا. سيدي الوالي نطلب منك باللي تشوف في هذه الغريانه وتكون معايا وانا وليا وراني ربي في وليا، وكما قال لك انت راك دير بالاعتبار تاع الناس، ونطلب منك تكون حسب الظن وصاحي. وسيد الوالي الله غالب انا عندي بنت عندها 16 عام وراك عارف بلي الجيل تاع دروك ما طرتش نوريها في هذا الفيديو، الله غالب بنتي تقرا وعندها صحاباتها وتعشى. وانا راك تشوف انا هذا الحوش السيد مولاه، هذا الحوش عنده مولاه والسيد راه يشكي بيا وراه يقول لي خرجي وانا ما عنديش وين نروح، وعندي الوثائق اللي يبينوا لي باللي انايا هذا السيد راه يشكي راه شاكي فيا عند الامن. وانا كما قال نطلب السيد الوالي باللي يشوف فيا ويشوف في هذه الغريانه، وكما قال لك باللي وحنايا كما قال لك شنو نقول انت راك عارف سيد الوالي. سيد الوالي نطلب منك باللي تشوف في وجهي انا ووجه هاد الغريانه، وانا وليا وما عندي حتى واحد من غيرك من ربي من غيرك انت، ونبغيك تلطف بيا وتشوف كاع ماشي في وجهي انا في وجه هاد الغريانه. الله غالب انا ما عنديش شكون يعطيني، ماشي خدامه وانا اميه وماشي قاريه ونخدم عند الشعبي ونبكر على 3 تاع الصباح، وعندي هاد الغريانه كي نروح نخدم نخليها هنايا ما عنديش كي ندير. سيدي الوالي نطلب منك بلي هذا الصوت تاعي يوصلك وتاخذ بعين الاعتبار. السيد الوالي أحمد بودوح نذكركم بأن حالة هاشمي كريمة كشفت ونفضت الغبار على ملف أصحاب السكن الهش بمستغانم المدينة. مثلا هذه الحالة تم إحصاؤها 3 مرات وزارتها اللجنة أيضا 3 مرات، لذا وجب عليكم الالتفات لهذه الفئة بعملية توزيع السكنات في القريب العاجل. فهر قسوس مستغانم. وسأسهر شخصيا على أن أمد يدي إلى الجميع. وأن أسعى طبقا لتعليماته أن أكون موحدا ولا أقصي أحدا.